قولي لي، عايزه تطلقي ليه؟ ما بيهتمش بيا. يعني ايه ما بيهتمش بيكي؟ يعني بيقولش كلام حلو، فين وفين لما بنخرج، حياته كلها ما بين الشغل والنوم. جوزك بيشتغل ايه وبيقعد كام ساعه في الشغل؟ هو بيشتغل مدرس، بيخلص المدرسة يطلع على الدروس، ما بيرجعش غير على النوم. يعني كام ساعه مثلا؟ يعني حوالي 16 ساعة كل يوم على الوضع ده، على يوم الجمعة، والجمعة برضو بيقضيها يوم زي ما قلتلك، بيخرجنا كل فين وفين. ياه، بيشتغل 16 ساعه؟ ده وقت طويل قوي. طب اتكلمتي معاه قبل كده؟ ياه، اتكلمنا طبعا، ورد عليا بالرد اللي اغلب الرجاله بيقولوه، الفلوس والمصاريف والشغل وتعبان ومش قادر. وانت شايفه انه بيتعب علشانكم؟ بصراحه ايوه بيتعب، بس انا كمان محتاجاه. جوزك بخيل؟ بالعكس، ده سخي جدا ومش مخلينا عايزين حاجه. انا بكلمك بصراحه وبقول اللي ليا واللي عليا. طب حنين؟ بيحبك وبيحب عياله وبيراضيكي ويعوضك في الاوقات الصعبه، يعني بتلاقيه؟ هو حنين بصراحه، حاسه انه بيحبني وبيموت في عياله طبعا، ولما بزعل بيحاول يراضيني بس مش في كل الاوقات، ولما بحتاجه بيكون موجود بصراحه، بس مشكلته برضه انه عصبي. طب حلو، وحضرتك عايزه تطلقي، وماذا بعد الطلاق؟ وماذا بعد الطلاق؟ مش فاهمه. اوكي، يعني حضرتك عايزه تطلقي، هتعملي ايه بعد الطلاق؟ بصراحه ما فكرتش. ودي المشكله اللي اغلب الستات بيقعوا فيها، ما فكرتش. الطلاق مش رحله اول ما تطق في دماغنا هنشد الرحال ليها. دي حياه تانية خالص، تفاصيل جديده ومسؤوليات وتحديات ما يعلم بيها الا ربنا، واسالي اللي جرب. انا عارفه قيمه الاهتمام، وعارفه ان الست بتتغذى بالكلمه الحلوه، وان بيوت كتير بتتهد بسبب اهمال الراجل لمراته. بس في حاجات بتشيل حاجات، وفي حاجات ممكن تهون علينا. فبلاش تبصي على حياتك من خرم ابره، وتسيبي كل تفاصيل حياتك وتبصي لجزء مهم بس مش كل حاجه. جزء مهم بس ما يخربش بيت. جوزك راجل حنين حسب كلامك، كريم وبيحبك وبيحب عياله، بيراضيكي في اوقات كتير، طموح بدليل انه بيعافر وبيجتهد، وعدد ساعات نومه اقل بكتير من عدد ساعات وقفته على رجله في الشارع. لو حطيتي حياتك تحت ميكروسكوب هتشوفي تفاصيل كتير غايبه عنك، والجزء الناقص في جوزك رغم اهميته هيتوه وسط حاجات كتير حلوه. الحنيه والامان والطبطبه والجدعنه والرجوله والاخلاق، كل ده يهون عليكي. في بيوت بتشحت صفه واحده بس من الصفات دي. اقولك على حاجه؟ اتفضلي. بصي في عيون جوزك كده وهو راجع بعد 18 ساعة لف ومناهدة، بعد حرب بياخدها كل يوم وانت ما تعرفيش عنها حاجة، علشان يوفر لكم الكام جنيه اللي بيكفوا بيته لغاية آخر الشهر. حرب صعبة ما يعلم بيها إلا ربنا، حرب بتاكل فيه وبتاخد من روحه ومن عمره. الحياة صعبة وأديكي شايفة الظروف، والراجل الجدع اللي بيحاول يوفر ويعافر ويجيب القرش بحلال ربنا. طب أعمل إيه؟ اشبعي بالمتاح والقليل، بصي لنص الكوباية المليان، اشبعي بشويه الحنيه اللي محدش لاقيهم اليومين دول، بصي لكرمه ولطيبته وحبه ليكي ولعياله، بصي للحته اللي ما تخليكيش تكرهي الدنيا واللي عايشينها. طب وهو ما يحاولش حتى؟ هو مش قدامي دلوقتي عشان اكلمه، لكن لو هو بيسمعني دلوقتي هقوله ان الست راس مالها المشاعر، بتتغذى على الحب والكلام الحلو قبل الاكل والشرب. كلمه بحبك هتفرق معاها. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك، انا من غيرك ما كنتش عارف هكمل حياتي ازاي، وكتر خيرك. كلمات ما بتاخدش جزء من الثانية، لكن أثرها في حياة الست كبير وعظيم. فيا رجال العالم احنا مقدرين تعبكم علشاننا، لكن من فضلكم اهتموا شوية.